87 اسامه عرابي في الجهاز كان ليه شرف الاشتراك فيها. دي بطولتين في ابطال الدوري. وقال انما المجموعه اللي موجوده جوه الملعب دي كلها طبعا فين؟ لان اخر بطوله 87 كانوا بعيد جدا وما شاركوش خالص. ودي هجمه اهلاويه وابو مسلم بيحطها جوه الصندوق لتشيرنو وتشيرنو بيحاول تشيرنو واللاعب صغر غاله لكن ضعيفه وتروح بايد محمد الزواج. 23 دقيقه احبائي الكرام والتعادل السلبي هو قائد الموقف اهلي الترجي. خط جسم حلو تشيرنو وناول وفات ومن فم ابره شاط لكن ضعيفه لو اتشاطت جامد عشان يهرب من الاصابه. والجعيدي راد الجعيدي وعلاء عاوز يفوت تاني ابو مسلم لما بيطلع ابو مسلم وابو مجد يطلع لك من الصندوق تاني فرصه تشوت يا سلام. حلوه ايوه كده تجرأ يا علاء ابراهيم. انت هداف النادي الاهلي فاز البطوله 5 اجوال وهو هداف الاهلي 26 جول جابهم في الدوري ربع موسم ليه ما شاء الله. لابد الهداف يبقى فيه ثقه في نفسه ولابد يكون منوع من لعبه. ابراهيم سعيد تجرأ في الدقيقه 34 احبائي الكرام داخلين الدقيقه 35 والتعادل السلبي الاهلي والترجي في اللقاء الاول. ودي هجمه الورقه يقدر يرقص. هي دي يا سلام. هي دي اللي بقول عليها. هذا الراجل انا عارف اللي هيرقصه والله انا عارف هيرقصه. والرياض لعبت اهو رقص الراجل من غير ما يدرك معين الشعباني وبالقدم اليسرى لكن يتألق محمد الزواجي. هو وائل رياض لما بقول لحضراتكم من فصيلة الموهوبين معجون كورة يا ابني بيعمل والله كل حاجة في الكورة. ابراهيم يريد التعامل مع هذه الكرات. 5 اجوال في البطولة الافريقية. علاء ابراهيم وتعمل بند وركنية في الكرة المصرية. يستطيع ان يعمل اسم كبير لنفسه وثاني هداف افريقيا بعد علاء جاب 5 وجاب 3 اجوال للنادي الاهلي. اهو خالد اول لمسه مخطوفه خطف طلع الاهات من جماهير الكره في استاد القاهره. خالد هتديله دفعه معنويه كويسه في الدقيقه 24 مخطوفه خطف يا خالد. توقيفه حلوه والتسديده حلوه ويا سلام لو راحت زي ما انت عاوز وكانت جوه البرواز كان بقت حكايه ومعاه 19 فيصل بن حمد. ابو مسلم حامل اختام الهجمات من الجبهه اليسار الى وليد خلصها حلو لخالد. تمريره جميله لواء الرياض. لا تركتك خد يا راجل. يا سلام يا وائل يا ابني. عظيم جاريه ايه وحطها له خالد بيبو نموذجيه. تمريره سحريه تمريره شرعيه ولكن هو جري. شوف ترقيصه الراجل. يا سلام يا وائل يا رياض يا عظيم. الولد ده هيكون ليه شأن في الكرة المصرية مفيش كلام من فصيلة الموهوبين. زي ما بقول لحضراتكم يحتفل بحفل زفاف النجومية في ماتش ريال مدريد والنهارده يؤكد نجوميته. معجون كورة السهم سيبقي في النادي الاهلي 30 وما زال التعادل 31. التعادل السلبي قائم وضغط اهلاوي لابد يزودوا سرعتهم اكثر من كده. وصندوق تمريره بينيه لكن ما يلحقهاش علاء ابراهيم بوضع تشريحي ما يساعدوش. عملها له حلوه جدا الراجل ده صندوق عملها له لف جميل جدا من ورا الجعيدي وعلاء ابراهيم. لازم هنا الفرد شوف بيشوف الراجل ازاي. ما عندك وقت ده انت ضربت الدفاع. لو علاء خد قرار هنا قرار مهم جدا. حسام غالي وائل نجم النجوم النهارده وليد ابراهيم سعيد. يا سلام يا ابراهيم. حط يا راجل مش ممكن. مش ممكن يا جماعه. ده قصه هدف كوره ضد ازاي. والله حرام. العارضه والقائم الشمال يتعاطفوا. ابراهيم سعيد يطلق
ويكسب دماغ الراجل، وعلاء ابراهيم وصندوق وركنيه اخيرا واقع الزوابي. ملحمه داخل الست ياردات، والاهلي بكل الطرق يحاول. الجماهير مش قادره، الجماهير فعلا. النادي الاهلي في هذه اللقطه احبائي الكرام، البدايه ابراهيم سعيد، الفتى الذهبي بدفاع الاهلي ورد الموقف صعبه، وصندوق والجول اللي جاب فيه جول في ريال مدريد عارضه، وبعدين قايم، وبعدين الزوابي قايم، وبعدين صندوق مرتين، والزوابي ينقذ ابراهيم يا مليمترات. والله انا لو الحكم احسبها لك يا ابني. نزل وفيصل الصحباني، وفي هذه اللحظه احبائي الكرام يطلق الحكم ليم كي شونج من ميروتشوس صفاره النهايه.